بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد نفكر أن موضوع هذا الفيلم هو عن العدوان الإسرائيلي الغاشم والوحشي واللا إنساني على غزة. صح مع أن غيره. لكن اسمع، هل تعلم أن مقاطعة السكر أسهم في تحرير العبيد؟ هل تعلم؟ شكلك لا تعلم. طيب اعلم. حوالي عام 1791 في بريطانيا كان هناك حركة لتحرير العبيد، لكن البرلمان الإنجليزي رفض إلغاء قانون العبودية. حركة تحرير العبيد بدأت بالدعوة لمقاطعة السكر الإنجليزي اللي كان يتم استعمال العبيد في إنتاجه. الحركة وزعت مئات الآلاف من المناشير مكتوب فيها: إذا اشترينا السلعة فإننا نشارك في الجريمة. تاجر الرقيق ومالك العبيد وسائق العبيد هم عمليا عملاء للمستهلك، ويمكن اعتبارهم موظفين ومستأجرين من قبله لشراء السلعة. في كل رطل من السكر يمكن اعتبار أننا نستهلك أوقية من اللحم البشري. انتهى الاقتباس. هذا مثال عن المقاطعة، سكر العبودية، وهذا ما كان يطلق عليه. في عام 1806 يعني بعديها وقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك توماس جيفرسون على تشريع يقضي بإلغاء تجارة الرقيق. وبنهاية نفس الشهر قام البرلمان البريطاني بحظر تجارة الرقيق في أنحاء الإمبراطورية البريطانية. أعطيك مثال ثاني. في عام 1920 لم يكن أمام الزعيم الهندي مهاتما غاندي سوى العصيان المدني من أجل طرد الاستعمار البريطاني. غاندي لاحظ أن بريطانيا تحتكر شراء القطن الهندي الطبيعي بثمن بخس لتعود وتبيع للهنود ملابس وقطع قطنية بأغلى الأثمان، فقال جملة الشهيرة: كلوا مما تنتجون والبسوا مما تصنعون وقاطعوا بضائع العدو، احملوا مغازلكم واتبعوني. انتهى الاقتباس. قرر الهنود منذ تلك اللحظة اللي تحدث فيها غاندي مقاطعة الملابس القطنية البريطانية التي تصنع من عرق جبينهم، وتسببوا بخسارة الشركات البريطانية لملايين الدولارات. كانت طبعا الخسائر الاقتصادية التي منيت بها بريطانيا في الهند واحدا من الأسباب اللي أدت إلى انسحابها لاحقا من الهند عام 1947. وبالمناسبة بدي أقول لك، السنة الماضي وصل الناتج المحلي الإجمالي للهند أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا. صار ترتيب الهند 5 وبريطانيا 6، لأنهم مش قاطعوا وناموا، لا، قاطعوا واستمروا في بناء اقتصادهم. هذول مثالين عن المقاومة السلمية من خلال المقاطعة، غالبا في حوار بيتم بينك وبين حالك وانت قاعد تشتري من السوبر ماركت. بتقول الله ينصرهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله معهم. هذا اسمه أضعف الإيمان، ولو كان دعاء فهو أضعف الإيمان. أن تقاطع هو أبلغ شيء ممكن تعمله الآن، لأنه بيدك، بتغير بيدك. هذا بخليك قوي، بتشعر أنه بإمكانك تغير. وكيف بتغير؟ بتقاطع. نعم تقاطع. شوف شو أجيب لك إياها من الآخر. من خلال الأحداث الأخيرة للعدوان في غزة اكتشفنا كلنا إنه ما حد سائل فينا، ومش معبريننا أبدا، وليس لنا أي قيمة. مين إحنا؟ كلنا أمة العرب من المحيط للخليج. كشرت الدول عن أنيابها، وضربوا بمشاعرنا وأرواحنا وحياة أطفالنا عرض الحائط. وعينك عينك. لهذا السبب بدك تشوفهم بيفكروا فينا وسووا لنا حساب، عاقبهم انت اقتصاديا. احنا 450 مليون بني ادم، اكثر من عدد سكان امريكا 330 مليون بني ادم، واكثر من عدد سكان الاتحاد الاوروبي 448 مليون بني ادم. نحن سوق مؤثر جدا، لكن بدك روح مقاومة، والبركة فيكو. دورك هو كما يلي، ومش راح املي عليك شو تسوي، ومش راح اقول لك مين تقاطع. أولا وقولا واحدا، بتقاطع المنتجات الإسرائيلية مهما كانت. على فكرة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. يعني ما بيكون عندي دم أنا وأنا شايف العالم بتموت وقاعد بستخدم أي منتج إسرائيلي مهما كان، لو أنه عبارة عن دواء. ثانيا، بتقاطع الشركات التي أعلنت عن دعمها لإسرائيل في هذه الحرب. هم أعلنوا وكتبوا، أنت شو ردك؟ ولا بقرب على منتجاتهم لو بموت من الجوع. وشو يعني راح تنهار لو ما شربت فنجان القهوة من عند إكس
في 1000 مليون بديل بالناقص منه، ومش راح يصير عندك فقر دم لو ما اشتريت السندويش المخمج من عند اللي بالي بالك، أو دجاج شو اسمه، في مليون بديل. الكاتشب اللي بتغط فيه الدجاج أو بتحطه في السندويش بتحول قاعد لدم، دم أطفال في غزة. اقطع. ثالثا، الدول اللي قاعدة تساعد إسرائيل وعينك عينك بيجوا بالطيارات وبينزلوا ودموع تماسيح بتقاطع منتجاتهم. شوف، إذا بدك الصحيح وخليه تمرين حلو إلك ولأولادك. إذا عندك أولاد، قبل ما تروح السوبر ماركت تشتري أي شيء، سجل شو بدك تشتري وحدد مصدره، مكتوب عليه ميد إن. تمام. خذ أولادك معك واطلب منهم التمرين التالي. قول لهم شايفين هذا؟ بدي بديله المحلي أو العربي، أو بديله من دولة صديقة، وهيهم الدول الصديقة. هيك أولادك رايحين يشعروا بالكرامة والعزة، وأنهم قاعدين يساهموا في دعم غزة وفلسطين بشكل عام. أصلا البديل المحلي من زمان مفروض نشتريه، لأنه مصدر قوة إلك ولبلدك. ولو كان طعمه مش ولا بد مش زي هذاك، يعني بدك تتحمل، لأنه بدها وقفة، وتذكر اللي قاعدين يموتوا والدمار اللي في غزة. بالناقص من طعمه الزاكي ناخذ إشي محلي. ضحي شوي، يعني مش راح تنتهي الدنيا. المقاطعة إلها أثر، وصدقني رايحين يتألموا، لكن متى؟ لما يصير هناك مقاطعة جماعية. وأي شيء جماعي ببدأ فيك أنت ابدأ بنفسك، راح تشوف الدنيا كلها ماشية معك. المقاطعة راح تخلي أصحاب البزنس عندهم هم اللي يقولوا لهم إحنا تأثرنا، أوقفوا الحرب. غير هيك قيمتنا بظلها صفر. بالمناسبة، حملات الدعوة للمقاطعة بدأت من عدد كبير من أبناء الشعوب العربية الحرة. عندك الشعب المصري العظيم مثلا، وعندك النشامة الأردن الله حيهم. صدقني في محلات أنا بعيني امبارح شايف محل في الأردن من هذولاك ما فيها غير الموظفين، ويمكن الموظفين نفسهم يطلعوا منها، بس عادي شو بدك تسوي. وعندك الشعب الكويتي الحر اللي أطلق مبادرة هل قتلت فلسطين اليوم، وأكيد طبعا في غيرهم من الشعوب العربية المحترمة. بالمناسبة، نفسهم الإسرائيليين يؤمنوا بالمقاطعة، وفي عدد من المرات قاطعوا شركات عالمية لأنهم اعتقدوا أنه هذه الشركات داعمة لفلسطين. وبعطيك مثالين. الإسرائيليين قاطعوا شركة شي إن لأنها حطت العلم الفلسطيني للبيع على منصتها، وراح كثير منهم شطب التطبيق تبعها من هواتفهم، صاروا يصوروا بيقول لك ها هي احنا شطبناه. 2، هدى قطان رائدة الأعمال العربية المشهورة بمنتجات التجميل، لأنها واقفة مع غزة، وقع أكثر من 14686 شخص عريضة تطالب شركة سيفورا، وهي شركة متاجر تجزئة بتبيع مستحضرات التجميل، طالبوهم بإزالة جميع منتجات هدى بيوتي من رفوفها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. شو رأيك؟ يعني هم شغالين ويؤمنوا. هل قتلت فلسطين اليوم؟ سؤال مهم يجب أن تسأل نفسك. أي دولة تتعاطف بالعلن مع إسرائيل وبتزودها بمال أو سلاح فهي دولة يجب مقاطعة كل منتجاتها مهما كانت هذه الدولة. ابحث عن البديل، دور على المحلي والعربي ومنتجات الدول الصديقة، وانتوا عارفين اللي معاك واللي ضدك. لا تفكر انه ما بيأثر، يؤثر وبشدة. هذولا لابد انك توجعهم في الشيء اللي بفهموه، المال. صدقوني ما بفهموا غيره. وبارك الله في كل من لديه ذرة غيره، وعلى قولة المثل يلعن شارب اللي ما يغار. النصر لغزة، وعاشت فلسطين حرة عربية أبية. وشارك الفيلم حتى يصل لكل عربي حر، ويعطيكم العافية.